يا مرحبا. أولا هي في مستوى التطلعات تنظيميا طبعا بالنسبة لي ولك ولمن يعرفون قطر، أعتقد بأنها كانت في مستوى التطلعات. لمن لا يعرفون قطر وكانوا يظنون بأن هذا البلد لازال أهله يركبون الجمال والأحصنة ويفترشون الرمال، وجدوا ناطحات سحاب ووجدوا خدمات ووجدوا شعب طيوب ومضياف ومتقبل للآخر وصدره مفتوح وقلبه مفتوح وعقله مفتوح كذلك على كل الأفكار وعلى كل الثقافات وعلى كل الحضارات. من الناحية الفنية أعتقد أيضا في مستوى التطلعات، والدليل هو بلوغ 8 منتخبات هي الأفضل في العالم اليوم، وصلت للدور الثماني النهائي من دون مفاجآت كبيرة ما عدا خروج ألمانيا وبدرجة أقل منتخب بلجيكا وكذلك اليوروغواي، ولكن هذه هي الكرة. من جانب الجماهيري أيضا إقبال عظيم وكبير جدا. طبعا السعوديون صنعوا الفارق بتوافدهم الكبير بحكم قربهم، دخولهم عن طريق المعابر برا، وصلوا بلغوا عددهم إلى 150 ألف مشجع، ما زالوا موجودين لحد الآن حتى بعد خروج منتخب بلادهم. أعتقد بأن الجمهور العربي الحضور العربي كان كبير وكبير جدا. الحضور الأوروبي والأمريكي الجنوبي كان محدود، ولكن زاد مع الوقت لما شافوا واكتشفوا في الصور بأن هذا العالم هو عالم ليس ذلك العالم الذي كنا نعتقد ونظنه، فوجدوا بلدا محترما على الأقل ومحترم لغيره. لذلك البطولة ناجحة بكل المقاييس. أعتقد الآسيويون حققوا أفضل نتيجة لهم في تاريخ نهائيات كأس العالم بوصول 3 منتخبات إلى الدور الثماني النهائي، إذا حسبنا منتخب أستراليا باعتباره يشارك في تصفية الآسيوية. ضف إلى ذلك الإنجاز الرائع للمنتخب السعودي بفوزه على الأرجنتين في المباراة الأولى. ممكن خسر في الثانية لأنه البولنديين كانوا واقعيين أكثر، وخسر في الثالثة لأنه المكسيكيين كانوا أفضل من الناحية البدنية وحتى من الناحية الفنية الفردية. وبعدين السعوديين تعبوا شوية ومش متعودين على المستوى العالي بهكذا رتم، لأنه مستوى آسيا ومستوى العالمي مختلف نسبيا، رغم أنه السعودية هي اليوم واحدة من أفضل الكرات في الوطن العربي وحتى في آسيا. أعتقد بأن آسيا لم تخيب هذه المرة، لأن البطولة نظمت في آسيا كذلك، مثل ما نقول بأنها نظمت في المنطقة العربية نظمت في آسيا. كانوا في المستوى، لم يقدروا على الذهاب أبعد من الدور الثماني النهائي، حدث ذلك منطقيا يعني مقارنة بالمغرب. الأفارقة أيضا كان لهم مشوار طيب، يعني لم يخيبوا على العموم. تونس تفوز على فرنسا بطل العالم بهدف مقابل 0، خسرت مباراة واحدة وتعادلت في الثانية أمام الدنمارك، خسرت أمام أستراليا. المغرب حقق إنجاز كبير جدا، لأول مرة منتخب عربي في الدور ربع النهائي، رابع منتخب إفريقي في الدور ربع النهائي. إمكانيات وقدرات فردية وجماعية فنية وبدنية وحتى من حيث الروح والإصرار. ممكن الدعم الجماهيري المغربي والعربي عموما كان له دور. إجراء البطولة في قطر أيضا كان له مفعوله هو أيضا. أنا لا أقول بأنه فقط هذا، لا، الجانب الفني عنده وزنه، ولكن المغاربة شاعرين بأنهم في بلدهم بفضل هذه الحفاوة اللي وجدوها في قطر. البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، هذه المنتخبات التي أبدعت، وأعتقد بأنها ستذهب أبعد ما يمكن، شوية بدرجة أقل البرتغال. لكن يبقى بالنسبة إلينا ما يفعله المغرب بالنسبة إلينا بشكل مباشر هو استثنائي ورائع جدا، يعني مثل ما تعنيه اللاعب وللمدرب وللجماهير. أنا شفت جماهير هنا عمره ولا حضر كأس العالم، فرصة أنها جت في قطر، يقول لك أنا أول مرة دخلت مباراة في كرة القدم، نحتفظ بالتيكت هذا إلى نوريه لأولادي وأولاد أولادي. بالنسبة للإعلامي أيضا، ولو أنه ممكن أنا وأنت نختلف، أنا عندي 9 كؤوس عالمية أكبر منك سنا، ممكن أنت هذه أول بطولة عالمية، فالأمر يختلف. أنا بالنسبة إلي ممكن الأمر الذي لا يختلف هو أنه لأول مرة في بلدي كأس العالم. أنا عندي 15 سنة مقيم هنا في الدوحة، فأشعر بأنها في بلدي وأنا جزء من منظومة التنظيم. يعني فشلي في بين سبورتس هو فشل لكأس العالم، نجاحهم هو نجاحي ونجاحي هو نجاحهم، فالأمر المشاعر هنا تختلف. بالنسبة إليك طبعا أكيد أحاسيسك كبيرة مثل أحاسيسي أول مرة لما غطيت أول كأس عالمية سنة 90 في إيطاليا.